إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. مستمعينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، ونبدأ معكم بث برامجنا لهذا اليوم. وكالمعتاد نفتتح برامجنا بحصاد الأخبار، تليه كلمة مكتب الإعلام، ثم نقدم لكم حلقة أخرى في برنامج في حضرة الوطن. والآن إلى أولى فقرات برامجنا والتي نستهلها بالحصاد، وإليكم العناوين. رئيس الهيئة التنفيذية يزور السويد ويجري لقاءات سياسية مكثفة. العاصمة السويدية ستوكهولم تشهد ندوة سياسية هامة برعاية التنظيمات الإريترية المعارضة. النظام الدكتاتوري يواصل اعتقالاته وهدم منازل المواطنين، والنظام يصرف على بنود أخرى أموال مؤيديه بالخارج والتي جمعها بحجة بناء منازل لهم. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعلق اتفاقه مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أبي أحمد رئيسا جديدا لوزراء إثيوبيا خلفا لهيل مريم ديسالين. في ذمة الله 3 من أبطال جيش التحرير الإريتري. ومن عناوين الحصاد إلى تفاصيله عبر صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. يقوم الدكتور يوسف برهانو رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية منذ أواخر الشهر مارس المنصرم بزيارة إلى السويد، حيث التقى في مستهل زيارته بحضور مسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية في الهيئة التنفيذية بأعضاء القيادة المقيمين بالسويد، وشرح لهم نشاطات الهيئة التنفيذية منذ انفضاض المؤتمر الثالث للتنظيم والبرامج المعدة للفترة القادمة، وخاصة أنشطة إدارات مكاتب الهيئة التنفيذية. كما تناول اللقاء التطورات السياسية على المستويين التنظيمي والوطني. ثم تقدم المشاركون بتوصيات بناءة في هذا الصدد. ومن جانب آخر التقى رئيس الهيئة التنفيذية بحضور مسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية بوفد قيادي للحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية، وبحثا التطورات السياسية في إريتريا والمنطقة، بالإضافة إلى أوضاع المعارضة الإريترية وسير الحوارات الجارية بين التنظيمات 18 في المجلس الوطني الإريتري. وأبدى الطرفان ارتياحهما لعلاقات التنظيمين والتنسيق القائم بينهما في القضايا الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لحل أزمة المجلس الوطني وعقد مؤتمره الثاني. كما أجرى محادثات مع وفد الحزب الديمقراطي الإريتري برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للحزب، تناولت العلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تعزيزها، فضلا عن الاستمرار في التنسيق بينهما بشأن عقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي.
وفي سياق متصل التقى وفد جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية بمسؤولين في وزارة الخارجية السويدية، وأجرى مباحثات هامة تناولت مجمل التطورات السياسية في إريتريا والدول المحيطة بها. كما سلم الوفد مذكرة إلى الخارجية السويدية تتضمن شرحا وافيا للظروف المأساوية التي يمر بها شعبنا في ظل النظام الدكتاتوري القائم والنضالات التي تخوضها قوى المعارضة الوطنية من أجل التغيير الديمقراطي، فضلا عن رؤية التنظيم حول التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة. كما تناول اللقاء التوتر السائد في منطقة القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر وتأثيرها السالب على الشعب الإريتري وشعوب المنطقة، بالإضافة إلى ما تمثله من تهديد للأمن والسلم العالميين. وطالب الوفد الحكومة السويدية بممارسة الضغط على النظام الدكتاتوري ودعم نضالات الشعب الإريتري من أجل التغيير الديمقراطي. هذا وعلمت صوت إريتريا الديمقراطية أن جدول أعمال الوفد القيادي برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية يتضمن إجراء مزيد من اللقاءات مع عدد آخر من قيادات التنظيمات الإريترية، كما سيلتقي بعض قادة الأحزاب السياسية السويدية. عقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم ندوة سياسية هامة برعاية اللجنة المشتركة للتنظيمات السياسية الإريترية المعارضة والمتواجدة في السويد في 30 من شهر مارس المنصرم تحت عنوان تأثير الوضع الجيوسياسي في الإقليم على إريتريا. تحدث في الندوة كل من الدكتور إدريس أبو بكر والدكتور عند برهان والدقرقيس. تناول الدكتور إدريس الأوضاع الجيوسياسية في شبه الجزيرة العربية وتأثيرها على إريتريا، بينما تناول الدكتور عند برهان والدقرقيس الأوضاع الجيوسياسية في القرن الإفريقي وأمن إريتريا. وكان الدكتور يوسف برهان رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية ضيف شرف الندوة، وأعطيت له فرصة للحديث. أشاد في مستهله بالتنظيمات التي قررت العمل معا على الساحة السويدية باعتباره يعزز العمل المعارض، مؤكدا على أن جبهة الإنقاذ تدعم بقوة مثل هذا التوجه، مطالبا عقد مزيد من السمينارات بغية توحيد الرؤية الوطنية وتعزيز الحوارات بين كافة المكونات الإريترية حتى نتجاوز الوضع الحالي الذي انحصر فيه الحوار داخل المكونات الاجتماعية والثقافية. وبالعودة إلى الندوة، تناول المتحدثان التطورات السياسية في القرن الإفريقي والصراع الدائر في البحر الأحمر وخاصة في اليمن وانعكاساته على أمن إريتريا وعموم المنطقة. ثم دار نقاش حول القضايا التي أثيرت في ورقتي الدكتور إدريس وعند برهان. بعد ذلك عقدت ندوة خاصة للشباب باللغة الإنجليزية حول نفس الموضوع، وقد اتسمت مداخلات الشباب بالجدية والمسؤولية. ألقت سلطات النظام الدكتاتوري القبض على 2 من الصحفيين العاملين بصحيفة إريتريا الحديثة، وهي الصحيفة التابعة للنظام والوحيدة في إريتريا، وهما الصحفيان عبد القادر أحمد ومحمد نور يحيى. فالأول كان يعمل محررا للقسم الثقافي في النسخة التجرينية ومن مؤسسيها، وهو ابن شقيقة الأستاذ بشير، مؤسس وأول مدير مدرسة الضياء الإسلامية، وقد درس بها قبل التحاقه بالعمل في إعلام النظام، كما كان عضوا بمجلس إدارة مدرسة الضياء الإسلامية. بينما الصحفي محمد نور يحيى كان يشغل رئيس تحرير النسخة العربية لصحيفة إريتريا الحديثة، وقيل أنه اعتقل بسبب مشاركته في تشييع جنازة الشهيد الحاج موسى محمد نور. وفي سياق متصل تم اعتقال سفير النظام السابق في إسرائيل المعروف بود باشاي. ومن جهة أخرى، ومواصلة لسياسة الهدم التي ينتهجها النظام الدكتاتوري منذ فترة في عدد من المدن الإريترية، تفيد مصادرنا بأن النظام وضع علامات إزالة على عدد من المباني، ومن بينها دور عبادة في مدينة كرن، على أن تتم الإزالة خلال شهر إبريل الجاري. يذكر أن النظام ومنذ فترة يقوم بعمليات هدم واسعة لمنازل المواطنين في عدد من المدن الإريترية، وألحق خسائر فادحة بممتلكاتهم. وسبق وأن أوردنا في حينه ما جرى في مدينة عبد القيح من هدم لمنازل المواطنين التي أدت إلى مواجهات بين سلطات النظام وبين الأهالي
راح ضحيتها 2 من الطلاب واعتقال مئات المواطنين. جمع النظام الدكتاتوري من مؤيديه في الخارج أموالا طائلة لقاء بناء منازل لهم، والمعلومات الواردة من بنك إريتريا للبناء أن الأموال الواردة في حساب المسؤول الاقتصادي للنظام حغوس كيشا تحت بند بناء المنازل تم صرفها على بنود أخرى حسب ما أدلى بها العاملون في البنك لمصادرنا. ومن ناحية أخرى فإن مؤيدي النظام الذين تأكد لهم فشل مشروع بناء المنازل تقلص تعاونهم مع أنشطة النظام، ما دفع النظام إلى توجيه سفاراته بتقديم آخرين عليهم في فرص الحصول على المنازل كإجراء عقابي ضد هؤلاء، متهما إياهم بعدم حضور الاجتماعات والمشاركة في أنشطة المعارضة. نقل موقع BBC على شبكة الإنترنت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين عبر صفحته على الفيسبوك قوله أنه قرر تعليق اتفاق بلاده مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والذي يقضي بنقل آلاف اللاجئين الأفارقة إلى دول غربية لحين إجراء مراجعة أخرى، وذلك بعد ساعات من إعلان الاتفاق، والذي يمنح بموجبه آلاف اللاجئين حق البقاء في إسرائيل. وطبقا للاتفاق فإن نحو 16,000 من اللاجئين من بين 37,000 لاجئ إفريقي دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية سيتم نقلهم إلى دول غربية، في حين سيتم السماح لآخرين البقاء في إسرائيل. وسبق أن عطلت المحكمة العليا الإسرائيلية خططا سابقة تهدف إلى ترحيل اللاجئين إلى دولتين إفريقيتين قيل أنهما أوغندا ورواندا. وقد واجهت تلك الخطة انتقادات من جانب نشطاء إسرائيليين. أما خطة القبول الجديدة التي إذا طبقت فستطبق لمدة 5 سنوات، الجدير بالذكر فإن معظم اللاجئين في إسرائيل هم من إريتريا والسودان الذين تسللوا إلى إسرائيل عبر حدودها مع مصر قبل بناء الجدار الأسمنتي على حدود البلدين، والذين تعرضوا إلى اختطاف عصابات تجار البشر وابتزاز أهاليهم بقتل أبنائهم أو دفع فدية مالية باهظة، وكثيرون لم تتمكن أسرهم من دفع الفدية المطلوبة، قضوا نحبهم تحت التعذيب. واليوم تحاول إسرائيل المساومة بحياة هؤلاء بنقلهم تحت الإكراه إلى بلدان إفريقية تعاني من أوضاع أمنية وسياسية ليست أفضل حالا من بلدانهم، مما يشكل خطرا على حياتهم. وبخصوص الإريتريين كان الأجدر بالأمم المتحدة ممارسة الضغط على النظام الإريتري لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والخدمة الإجبارية المفروضة بلا سقف زمني تضطر هؤلاء الشباب للهروب من بلادهم بدل البحث عن دول لاستقبالهم. أدى يوم الاثنين 2 أبريل الجاري رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد علي اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي الذي وافق بالأغلبية على تعيينه خلفا لرئيس الوزراء المستقيل هايلي مريم ديسالين. وقد وجدت الكلمة التي وجهها إلى الشعب الإثيوبي من داخل قبة البرلمان عقب أدائه القسم استحسانا لدى العديد من قيادات الأحزاب والشخصيات العامة الإثيوبية، مع تحفظها بالقول أن المحك الحقيقي لما جاء في الخطاب هو مدى القدرة على تحويل الأقوال إلى أفعال. وأشارت بعض قيادات المعارضة الإثيوبية أن رئيس الوزراء الجديد لم يتحدث في خطابه عن سقف الحريات السياسية والإعلامية التي لا تزال حتى الآن حكرا على مشيئة ائتلاف الحاكم. ويرى مراقبون أن أبي أحمد تنتظره الأجيال الجديدة في إثيوبيا بإصلاحات واسعة، غير أن هناك تحديات صعبة تواجه الرجل، منها الدولة العميقة المتغلغلة في الأمن والجيش والاقتصاد، بالإضافة إلى التعامل مع الوضع الذي قاد لهذه التغيرات في بنية السلطة، وفي مقدمتها حالة الطوارئ المعلنة في البلاد والتي بموجبها الزج بالمئات في السجون. ويضيف المحللون أن رئيس الوزراء الإثيوبي لن يصبح كامل الصلاحية في وقت تسيطر فيه المؤسسة العسكرية والأمنية على الأوضاع السياسية والأمنية بموجب قانون الطوارئ. والتحدي الآخر هو إفساح المجال أمام الحريات السياسية والمنافسة الحرة،
وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين، وبشكل عام المحافظة على الاستقرار السياسي ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة للبلاد، والبحث عما يوحد الشعوب الإثيوبية، وخفض التوتر مع دول الجوار والمنطقة بشكل عام ومع إريتريا على وجه الخصوص. رحل 3 من أبطال جيش التحرير الإريتري خلال الأيام القليلة الماضية. ففي 31 من مارس المنصرم رحل المناضل دونغوس أري أحد الرعيل الأول للثورة الإريترية وأبطال جيش التحرير الإريتري، كما انتقل في 2 من أبريل الجاري بأسمرة التي وصلا إليها للعلاج كل من المناضل محمد علي عمر قائد اللواء 81 بجيش التحرير والمناضل أبو بكر أرحو. جاء الرحيل هؤلاء الأبطال بعد أن قدموا ضريبة الوطن والانتماء في أبهى صورها دما وعرقا من أجل استقلال بلادهم وحرية شعبهم، فستذكرهم كل بقعة في إريتريا التي خاضوا على ترابها معركة الكرامة والشرف بشجاعة نادرة. وإذا كان من عزاء لهم هو أنهم رحلوا ودفنوا في الأرض التي رووها بدمائهم، وإلى جانب رفاقهم شهداء الثورة، من المرارة التي عاشوها بالتأكيد في ظل النظام الدكتاتوري الذي تنكر لكل القيم الوطنية التي ضحوا في سبيلها. رحم الله المناضلين دونغوس أري ومحمد علي عمر وأبو بكر أرحو بقدر عطائهم لشعبهم ووطنهم، وألهم ذويهم ورفاقهم الصبر وحسن العزاء. هلينا ينبرك أبينا قنم برتو بلهبتنا وإيدينا طلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قنحونا قل خضرا هلينا هلينا ينبرك أبينا قنم برتو بلهبتنا وإيدينا قلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قنحونا قلعدنا هلينا منتوبكم للرها كعصر سنجا قفا ومدور رهيت سدتو كأرقق وحافسا بالجربتو اكيد ازال برودي عرفا نأمر تاريخ أطن أشواك أترفا وانطر لك با محبركم لباع الأمان كارفا أما من تتهاجنا تحازيكنا أبحاذي شعبنا يمكم يهلا لحكمة قبو وقادي أما من دي بلسنا تحازيكنا أبحاذي شعبنا يمكم يهلا لحكمة قبو وقادي حر رحمتكم ينقبي كل سرادي أقل أمانة دلنا قولنا ينبدل حنادي
عدنا نبر خليت الناس رادي وكم حداكم تحلموا ينعقلوا لسانكم وينبلكم زمو يتحلموا ينبلكم وكم حداكم تحلموا ينعقلوا لسانكم وينبلكم زمو وتفانيكم من حدي خدامي تعلموا وراكم هليت ليكم سمعونا سلموا من داكم وآسركم لأباكم كمكموا حواني يكون شعبنا وديك أوريل التنكا إريتريا ودنانا لكلنا ديبان الأكاد حواني يكون شعبنا وديك أوريل التنكا إريتريا ودنانا لكلنا ديبان الأكاد ساعات قروي نسمع لكلا نقبي ونحسى ما هرحبنا ولا با كما تدوى تسكى أستعدي بوك أشكر خير وفدلاق النركا قلعدنا هلينا ينبرك أبينا قلنا مبرتو لحبة ودينا خلقم شعبنا تدلولي هديما وكو ينتم قلعونا قلعدنا هلينا ينبرك أبينا ينبرك أبينا أبينا ينبرك أبينا هلينا قلعدنا هلينا عجايب أمام قعدت من مدر وحست بس حد بشفر دبورينا ومستقر أزيمة دي ما يتحسبهم بالله لنا يبدير لك كله وبواقينا نخجله أكيد قلوب الشعب للأمامة تاريخ بدير داقما حقا ودوجة كما نجدد الترحاب والتحية لكم مستمعينا الأفاضل، ونقدم لكم كلمة مكتب الثقافة والإعلام لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية بعنوان النظام الإريتري يصعد موقفه العدائي تجاه السودان وقطر.
تابعنا التصريح الذي أصدرته وزارة إعلام النظام الإريتري في 22 من مارس المنصرم، والذي اتهم فيه كل من السودان ودولة قطر بدعم أطراف إريترية مناوئة له لزعزعة أمن إريتريا ومنطقة القرن الإفريقي. من جانبنا لا نستغرب مطلقا أن يصدر مثل هذا التصريح العدائي والتحريضي عن النظام الإريتري ضد الدول الشقيقة، حيث اعتاد نظام إسياس أفورقي طوال حكمه عن إيجاد أعداء خارجيين لصرف أنظار المواطن الإريتري عن معاناته في ظل حكمه الباغي. وقد تابع المراقبون والمحللون النهج الذي سار عليه النظام فيما يخص الصراع الذي انفجر في اليمن الشقيق في السنوات القليلة الماضية، حيث جعل من إريتريا في بداية النزاع ممرا لتزويد الحوثيين بالعتاد العسكري والمؤن التي يحتاجونها، ثم انقلب عليهم وانحاز إلى جانب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، إلى حد تأجير ميناء عصب لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن السماح لها بإقامة قاعدة عسكرية في مدينة عصب القريبة من باب المندب. وكعادته كان متخبطا في التعاطي مع الخلاف الذي نشب بين قطر من جهة وثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات ودولة البحرين، بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى. إن احترام خيارات الدول في بناء علاقاتها ومصالحها يعد من الأمور السيادية التي لا يجب المساس به، أما لم تكن تلك العلاقات والمصالح مضرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصالح الدول الأخرى. وبالتأكيد فإن الشعب الإريتري يحدوه الأمل في أن يرى بلاده في منأى عن الصراعات والمحاور التي تشهدها المنطقة، بيد أن النظام إسياس وعلى خلاف رغبة الشعب الإريتري جعل من إريتريا عنصر عدم الاستقرار في المنطقة ومسرحا للصراعات بين الدول، من خلال السماح لعدة دول بإقامة قواعد عسكرية على الجزر أو الشواطئ الإريترية في البحر الأحمر، ضاربا عرض الحائط بمصالح شعبنا وتطلعاته في استتباب الأمن والسلام في بلاده وفي دول المنطقة. وعلى الصعيد الإقليمي دأب النظام منذ تحرير إريتريا في عام 1991 إلى اتباع سياسة خارجية متقلبة أدت إلى حروب متتالية مع كافة دول الجوار. إننا في جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية نعرب عن رفضنا واستنكارنا للاتهامات الملفقة من النظام الدكتاتوري ضد كل من السودان وقطر، ونؤكد أن الشعب الإريتري يرفض سياسة النظام العدائية تجاه أي دولة، وخاصة ضد الدول الشقيقة التي كان لها موقف داعم لنضاله العادل من أجل الاستقلال، ومن بينها السودان وقطر. فالسودان الشقيق ظل وما يزال يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الإريتريين، وكان بمثابة بوابة خلفية للثورة الإريترية في فترة النضال ضد الاحتلال الإثيوبي، كما كان لدولة قطر الشقيقة موقف داعم للثورة الإريترية، ومن أولى الدول التي قدمت دعما سخيا للدولة الوليدة في إريتريا بعد الاستقلال، إلا أن النظام الدكتاتوري الذي أذاق وما يزال يذيق شعبنا صنوفا من القهر والاضطهاد منذ أكثر من ربع قرن لا يمكننا أن نتوقع منه سوى التنكر لمواقف الأشقاء والأصدقاء. وبما أن السياسة الخارجية لأي نظام تعد انعكاسا لسياساته الداخلية، فلا تنتظر الدول الشقيقة والصديقة من هذا النظام الذي تنكر لنضالات شعبه سوى هذا الموقف المشين الذي يبادل العرفان بالنكران. وبهذه المناسبة ندعو كافة الدول الشقيقة والمنظمات المعنية إلى الالتفات إلى معاناة شعبنا في ظل النظام الدكتاتوري القائم، ودعم النضالات المشروعة التي تخوضه قوى التغيير الديمقراطي في إريتريا. مع تحيات مكتب الثقافة والإعلام لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، 30 مارس 2018.
هنا صوت إريتريا الديمقراطية، صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من لا صوت لهم من المكبلين والمكممة أفواههم، من الأبطال القابعين في غياهب السجون في باطن الأرض وخارجها. صوت يعبر عن آهات ومعاناة المواطنين المحرومين من العدالة. صوت يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في مستقبل مشرق. صوت إريتريا الديمقراطية صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. في حضرة الوطن. في حضرة الوطن برنامج يتناول مكانة الوطن وما يمثله من تطلعات وآمال للأفراد والشعوب والأمم، وما يعتري تلك التطلعات والآمال من التحديات، ومع ذلك لا بديل عنه. وطني أيها المجد الأبي، جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهي بك، وسهولك حضن جد الحنون، كل ما فيك يا وطني جميل. حتى سموم القهر والظلم أخ أو قريب لا يبعدني عنه، فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي. نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الأفاضل، ومرحبا بكم في فقرة جديدة من برنامجكم في حضرة الوطن. قالوا الوطن تميته الدموع وتحييه الدماء. يفكر الوطني بالأجيال القادمة، أما السياسي فيفكر بالانتخابات القادمة. وما الوطن إلا جماعة تحيا على أرض واحدة وتضم الأحياء والأموات والمواليد الجدد. عندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود، وننتمي إلى أوطاننا مثلما ننتمي إلى أمهاتنا. جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل أن يحيا من أجل هذا الوطن. فالوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم. ليس أعذب من أرض الوطن بالنسبة للإنسان الذي لم يعد لديه وطن. الوطن هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه. ما أكثر الأوطان التي يبدأ فيها سجن المواطنين بالنشيد الوطني. خير للمرء أن يموت في سبيل فكرته من أن يعمر طول الدهر خائنا لوطنه جبانا عن نصرته. تحن الكرام لأوطانها حنين الطيور لأوكارها. ليس وطني دائما على حق، ولكنني لا أستطيع أن أمارس حقا حقيقيا إلا في وطني. ما زلت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيير الشعوب، أما تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائيا عندما تريد الشعوب ذلك.
جعت والخبز وثير في وطابي، والسنا حولي وروحي في ضبابي، وشربت الماء عذبا سائغا وكأني لم أذق غير سرابي. محنة ليس لها مثل سوى محنة الزورق في طاغ العباد. ليس بي داء ولكني امرؤ لست في أرضي ولا بين صحابي. مرت الأعوام تتلو بعضها للورى ضحكي ولي وحدي اكتئابي. كلما استولدت نفسي أملا مدت الدنيا له كف اغتصابي. أفلتت مني حلاوات الرؤى عندما أفلت من كفي شبابي. بت لا الإلهام باب مشرع لي ولا الأحلام تمشي في ركابي. أشتهي الماء وكأسي في يدي وأحس الروح تعرى في ثيابي. ربي هبني لبلادي عودة وليكن للغير في الأخرى ثوابي. أيها الآتون في ذاك الحمى يا دعاة الخير يا رمز الشباب. كم هششتم وهششنا للمنى وبكيتم وبكينا في مصابي. واشتركنا في جهاد أو عذاب والتقينا في حديث أو كتاب. وعرفتم وعرفنا مثلكم أنما الحق لذي ظفر ونابي. كل أرض نام عنها أهلها فهي أرض لاغتصاب وانتهاب. زعموا الإنسان بالعلم ارتقى وأراه لم يزل إنسان غالي. Yokote kampo tati ko migaho ano ya bishalo ano hataho kambaho maddahin kuluhu walla mitabuke koy haritte mulhu walla mitabuke koy haritte mulhu كي وقتي أنو عيمه يعيشه كي وقتي أنو عيمه يعيشه إنك كدهنا أتوي مشيشه إفار عندما يكو أيد بشه كي وقتي أنو عيمه وعشه إنك كدهنا أتوي مشيشه إفار عندما يكو أيد بشه
بهذا مستمعينا الأفاضل نصل بكم إلى ختام فقرات برامجنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.